السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. فتنة الدجال فتنة عظيمة خطيرة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعدها من علامات الساعة. من خطورتها أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. أما عن مكان خروجه، جاءت الأحاديث بأنه يخرج من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وفي الحديث الآخر: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. أما عن صفة الدجال الخلقية، فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وبين أيضا بأن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مسلم. أما عن مدة لبثه في الأرض، فيبقى الدجال في الأرض 40 يوما يطوف العالم كله إلا مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن مدة لبث الدجال فقال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فيطوف العالم بأسره ما عدا مكة والمدينة. في الحديث: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. أي أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، لكن المنافقون الذين في المدينة هم الذين يخرجون إليه. فالدجال أيها السادة فتنته عظيمة وخطيرة جدا، لذلك حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، لأن الدجال بأمر من الله عز وجل ينبت الأرض ويمطر السماء ويحيي الأموات. لذلك علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. وفي نهاية الصلوات الإبراهيمية أن ندعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أما عن نهاية هذا الخبيث، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه، أي يدرك الدجال، عند باب لد فيقتله. رواه أبو داود. وهكذا ترتاح البشرية من خطره ومن شره، نسأل الله أن يعيذنا منه.